السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اتأخرت جامد قوي في الفيديو عشان انزله لكم، كنت تعبانة شوية. والنهارده بقى جبت لكم بوصفة حلوة، عملت لكم الدونات بطريقة سهلة جدا وجميلة. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كوباية لبن، طبعا اللبن بتاعنا دافي عشان احنا في فصل الشتاء. معايا كده معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. هقلب بقى كده، لازم احط الخميرة مع السكر عشان اختبر الخميرة بتاعتي. هقلب بقى كده الخميرة والسكر معانا. مننساش نسمي الله ونصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. متنسونيش طبعا في اللايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة تشتركوا فيها تفعلوا زر الجرس. معايا كده 3 أو 4 معالق زيت كبار. هقلب كده كويس عشان السكر بتاعي يدوب. معايا بيضة درجة حرارة الغرفة. يعني ايه درجة حرارة الغرفة؟ يعني انا مش عايزة البيضة بتاعتي تكون محطوطة في التلاجة. معايا كده معلقة فانيليا او رشة فانيليا، لو احنا عندنا الفانيليا الباكو او عندي الفانيليا السايلة دي. انا جربتها يعني في الحلويات طعمها حلو قوي، وطبعا اللي متوفر عندك احنا بنعمل بيه. هقلب بقى كده المواد السايلة بتاعتي كلها. معايا كده كوباية دقيق، هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا الدقيق بتاعي انا بنخله. دي كده اول كوباية، هنشوف استعملنا كام كوباية. وهقلب كده الكوباية بتاعتي. لازم امزج كده الدقيق في المواد السائلة بتاعتنا. متنسونيش طبعا في اللايك. بصوا معايا ربع معلقة من البودر. انا مش عايزة البودر كتير. ده كده المج التاني، يبقى انا كده حطينا مجين. برضو هنخل الدقيق بتاعنا. هقلب بقى كده. بص الاول بقلب بمعلقة او سباتيولا، او يعني انا مش عايزة اقلب بايدي دلوقتي لما بس الدقيق اتمسك في بعضيه. طبعا احنا لازم ندخل ايدينا، او ان احنا عندنا عجان بنعجن بالعجان. اهم حاجة مرحلة العجن بتاعتي بتبقى كويسة جدا. دي كده تالت كوباية. انا كده حطيت 3 كوبايات دقيق. هلم بقى كده العجينة بتاعتي كده خلاص. انا مش عايزة بقى خلاص المعلقة. طبعا انا كده خلاص هستعمل ايدي. هنشوف بقى هنعمل ايه كده في العجينة. والله يا بنات جربوا الدوناتس بالطريقة دي، كان حلو قوي قوي والله العظيم، كان طعمه جميل جدا. هلم بقى كده حسب كل نوع دقيق معايا. انا لو الدقيق بتاعي انا ما حطيتش دقيق تاني، ممكن كنا استعملنا معلقة دقيق تاني او معلقتين. انا ما استعملتش دقيق. خلاص كده العجينة بتاعتي كده كويسة. معايا كده مكعب زبدة. ممكن احط زبدة، ممكن لو انا عندي سمنة في التلاجة. بس هلم بقى كده العجينة بتاعتي كده تحس ان هي فرولت كده وقطعت معايا. لا مش هزود برضو دقيق، هفضل برضو اعجن فيها. مكعب الزبدة ده اداني طعم حلو قوي قوي للدوناتس. بصوا بقى كده خلاص ما شاء الله اللهم بارك. العجينة بتاعتي مش محتاجة اي حاجة، مش بتلزق خالص. اغطيها بقى واسيبها تختمر كده خلاص. بصوا العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت، ممكن بقى تقعد نص ساعة، ممكن تقعد ساعة.
هنزل بقى الكمية بتاعتي كده، ممكن انزلها على رخامة. انا ما احتاجتش تحت منها دقيق، العجينة مش محتاجة حاجة خالص. هقطع بقى العجينة بتاعتنا كده، اقطعها لقطعتين. هعمل بواحدة الدونتس المدور اللي هو عليه شوكولاتة من فوق، والتانية هعمل الدونتس المثلثات اللي انا حاشية شوكولاتة من قلبي يعني. طبعا الشوكولاتة دي احنا مسيحينها على حمام مية دافي، معاها معلقة زيت بس كده. وطبعا بنشكل بيها الوجه يعني بعد ما ما نقليها في الزيت. اسفة جدا اسفة جدا والله صوتي انا كده، الحمد لله الحمد لله انا بقيت كويسة. انا الفيديو ده مصوراه من قبل ما اتعب، انا بقالي اكتر من 10 ايام ما نزلت لكمش فيديو، فقلت بقى لازم النهارده ان شاء الله افتتح الرجوع بتاعي كده بالدونتس الجميل ده، وتجربوه يا رب وتقولوا لي رأيكم فيه. وشكرا جدا جدا للمشتركين الجدد اللي دخلوا معانا. وما ننساش ندعي لاخواتنا في سوريا وتركيا، ربنا يا رب يرحم المتوفيين عندهم ويشفي المصابين. هقطع بقى كده مثلثات. طبعا عايزينها اصغر من كده، بس يعني الحجم ده حلو وكويس. انا بعد ما قطعتها انا هسيبها تختمر تاني، هغطيها تاني لغاية برضو ما يتضاعف حجمها. بص بقى كده انا هركنها برضو على جنب تاني وهسيبها تختمر. دي بقى اللي انا هعمل ايه، الدونتس اللي هي الشكل الطبيعي جدا للدونتس اللي هو المدور. انا عندي القطاعة بتاعة الدونت. لو احنا مش عندنا القطاعة انا بجيب اي حاجة مدورة عندي، ممكن اجيب كوباية بقطع بيها. وعشان اعمل الفتحة اللي هي في النص دي بجيب غطا ازازة مدور وبعمله بيها، برضو بتبقى يعني حلوة. بصوا كده انا عندي يعني، بس بأمانة يعني هي القطاعة دي اسهل وهي مش غالية خالص. يعني ممكن تبقى ب5 جنيه ولا حاجة، هي مش غالية. ولو مش متوفر عندنا مش لازم نجيبها ونعمل انا ما خدتش بالي بقى من القطعة الصغيرة دي، مشفتهاش الا بعد ما صور. مش مشكلة انا هشيلها برضو. العجينة طبعا اللي بتفيض معايا انا بلمها. بص برضو انا هركنها تاني. بس ما شاء الله اللهم بارك، الدونس طعمه كان شكله دلوقتي وطعمه كان احلى. طبعا دي بعد ما انا سبتها يعني اختمرت تاني مثلا نص ساعة تاني. بنزل بيها كده في زيت سخن، وبعد ما بنزل بيها خلاص انا بقى بهدي النار عليها. جربوها يا بنات والله وقولوا لي رأيكم فيها. طريقتها سهلة جدا. طبعا انا نسيت اقول لكم رشة الملح، رشة الملح دي اساسي معانا اصلا في اي معجنات. بصوا بقى انا كده هديت النار عليها، مش بتاخد وقت خالص خالص، وكانت هشة وخفيفة جدا من جوه مش معجنة خالص. اهم حاجة ان انا اسيبها تختمر لمرحلتين بس. خلاص بقى كده انا هطلع بقى الكمية بتاعتنا كلها. هزينها بقى، انا كان عندي جل شوكولاتة، انا يعني حشيتها بجل شوكولاتة دي كان متوفر عندي. وللوش انا عملت الوش بالشوكولاتة الخام، انا سيحتها وزينت بيها الوش. طبعا انا كان عندي فارماسي ساعتها وحطيت عليها، لو انتي مش عندك خلاص ما تحطيش. بصوا بقى الشوكولاتة احنا سيحناها اهي بعد ما الدونس بتاعي برد. بنزل بقى كده في الشوكولاتة. الاولاد عندي كانوا عايزينها غرقانة خالص، بس هي كده ما شاء الله معقولة برضو.
بصوا بقى، مش قادره اقول لكم، الجو شتا والشوكولاته كل شويه كانت بتجمد معايا، بس الحمد لله يعني. يلا بالهنا والشفا، وما تنسونيش طبعا في اللايك، ولو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. انا معايا بقى العصايه بتاعت الشيش طاووق كده، انا عملت فتحه بسيطه كده من الجنب، ده جل الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه. اسفه جدا على الصوت او الدوشه اللي حواليا. ده كده سكر مش بودر، بندهن بقى بيه الوش كده، بيدي شكل حلو قوي وبيدي طعم حلو برضو. يلا وبالهنا والشفا. بصوا بقى كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.